انت ملاحظ ان انا ما عملتش خطوات حل؟ بلاش كلمه خطوات حل، انا ما كتبتش قوانين، انا ما عوضتش، انا قريت المساله وانا بقراها بصنفها، وبعد ما صنفت جمعت حليت اتخن سؤال. الجامعه ما بتمشيش بالطريقه دي، المدرسين ما بيمشوش بالطريقه دي، بيمشوا بطريقه الجداول. بيعمل جدول ويقعد يعمل جزئي وكلي ويجمع الجزئي ويديني كلي، وقصه حزينه طويله بتخليني ان انا اقرا المساله واعمل خطوات حل وبعد كده اكتب قوانين واعوض واحل البابل. هري بيضيع وقت. انا في الايفنت قلت لك معلومه هعيدها تاني عشان اللي ما حضرش، اوعدك باذن الله من اول مره اهو هنتحاسب انا وانت على اللي هقوله من بقي ده، حاسبني عليه يوم امتحان الجدوى. الناس كلها قاعده جنبك بتصوت في الماده دي لان هم بيشوفوا حاجات غريبه، اول مره يشوفوا المسائل بالشكل ده. الا حضرتك انت هتبقى مستغربهم، انتوا هبل، انتوا هبل. طب ما المساله دي اول مساله في الكتاب، يلا ازاي قاعد مش عارف تحلها؟ هو ما اتدربش نفس التدريب بتاعك ده، هو اتدرب بطريقه تانية، بنوعيه اسئله تانية، باسئله سهله عشان يفضل قاعد عند الاستاذ في الحصه. الطالب بيفضل قاعد في الحصه ويجي الحصه اللي بعدها عند الاستاذ امتى؟ لما انا اديك كلمتين تفهمهم. طب لو انا عندي كلمتين صعبين اعمل ايه؟ بروح واخد منهم حتتين سهلين مديهم لك، فتفضل لازق لي في الكرسي لان بدرس لك السهل السهل السهل. ما بيجيبوش مسائل مجمعه بالشكل ده. المساله دي مجمع لك فيها كذا فكره من غير ما تحس. يعني انا في المساله دي قصه الاتاوه دي حدوته كبيره، قصه ان انت تجيب راس المال العامل دي حدوته لوحدها، قصه ان انت تجمع الحاجات مع المباني دي حدوته، قصه ان السور ده لوحده وان الرخص دي لوحدها السور والمرافق دي حدوته، دي حواديت في الكتاب. انا جمعت لك كل الحواديت مع بعضها ورحت داخل على الامتحانات السابقه. ازاي بيجي الباب الاول في الامتحانات السابقه؟ لقيته ما بيخرجش بره الثلاث تمارين دول، وبالتالي انا بجيب الطالب بتاعي اشرح له افهمه وادي له هم الثلاث تمارين دول، بيلف ويدور يا فرح في الثلاث تمارين دول. كبير ويغير ارقام، كبير وما يقولش على دي اتاوه، يقول عليها ايه؟ مرتب الاداره. فانا عرفت ان هو شيء يتم جمعه وخلاص. كبير ويجي هنا في المباني ما يقولش عليها سور ومش عارف ايه ورخص وعقد، لا ممكن يروح جايب 2 3 بس ما يجيبش كلهم. هو ده اللي بيغيره في الامتحان، لكن الاسطمبه ثابته. اوكي؟ اثناء سنوات الانشاء المستثمرين بيدفعوا فلوس كتير. العلم قسم التكلفه دي 4 حتت، حتتين رئيسيتين. الحته الرئيسيه الاولانيه سماها مصاريف طويله الاجل، الحته الثانيه اسمها مصاريف قصيره الاجل. اذا التكاليف الاستثماريه اثناء الانشاء، صلى على النبي. كلمه اثناء الانشاء دي احنا مش هنقولها تاني. بمجرد ما تلاقي كلمه ت انت زمان عارفها ان هي تكلفه ثابته. انسى بقى، انسى زمان، انسى زمان، ركز معايا دلوقتي. ت في الماده دي يعني ايه؟ يعني تكاليف استثماريه صرفها المستثمرين قبل ما يفتتحوا. في مصاريف هشتري بيها حاجات هتقعد معايا فتره طويله، وفي مصاريف هشتري بيها حاجات تقعد معايا فتره ايه؟ صغيره. انا هسالكوا سؤال، لما انا جيت افكر في هذا المشروع يا مندو، لما جيت افكر في هذا المشروع صرفت فلوس في البورد وصرفت فلوس في القلم. ما الفرق بين المصروفين؟ هذا مصروف طويل الاجل لان البورد دي شغاله معايا بقى لها 3 سنين، اما القلم ده بيقعد 3 حصص. يبقى ده مصروف قصير الاجل، لكن ده مصروف طويل الايه؟ العلماء قسموا التكاليف نوعين، لازم تفهم عشان هيجي لك في الامتحان كله سايح في بعضيه. ان كنت فاهم هتنقي بالملقاط الحاجات الطويله وهتنقي بالملقاط من المساله الحاجات الايه؟ القصيره. طب الطويل كم نوع؟ قال لك الطويل نوعين، نوع ملموس ونوع غير ملموس. طب الملموس ده ايه هو؟ قال لك حاجتين، حاجه اسمها الاصول الثابته وحاجه اسمها احتياطي الطوارئ. الغير ملموس نوعين، حاجه اسمها له قيمه بيعيه وحاجه اسمها ليس لها قيمه بيعيه. طب ايه يا استاذ الفرق ما بين ده وده وده وايه معانيهم؟ اي حد فينا جاي يستثمر اموال في مشروع بيشتري حاجات تقعد معاه فتره طويله، اللي هي الاصول الايه؟ زي ايه؟ زي الاراضي والمباني والالات والسيارات والاساس واي شيء يسمى اصل ثابت. خلي بالك معلومه محاسبيه قديمه مش جديده، ان الاصول الثابته منها
اصول قابله للاهلاك واصول غير قابله للاهلاك. مين في الاصول دي غير قابل للاهلاك؟ يبقى اذا انا دلوقتي مخي بيترجم حاجه ان لما تجيلي مساله هيجي لي يقول لي كلمه قابله للاهلاك يبقى مقصود بيها كل الاصول الثابته ما عدا مين؟ يبقى لما الاقي كلمه القابله للاهلاك هل هحط معاهم الاراضي؟ طب انا بالله عليك عايز اديكي مساله. لو انا جيت قلت لك مستثمر اراد بناء ملعب لكره القدم خماسي فقام بدفع 1000 جنيه اراضي، 200 مباني، 200 الات، 100 سيارات، 50 اساس، وبالتالي الراجل ده محتاج اصول ثابته بقد ايه؟ 1550. هيجي في الامتحان يقول لك انا عايز الاصول الملموسه القابله للاهلاك، هل هتقولي له 1550 ولا هتقولي له 550؟ يبقى انا كده ما اديتلكيش قانون، ما حفظتكيش حاجه، انا دخلتك جوه الاحداث بجد كاننا فاتحين مشروع بجد. ان الارض لا تستهلك، الارض ما بتهلكش، ده بالعكس، ده الارض قيمتها بتزيد. يعني كل الاصول الثابته، البورد دي كنت انا شاريها ب 20000 جنيه، النهارده قيمتها 10000 جنيه، قيمتها قلت لانها استهلكت. القلم ده كنت جايبه جديد ب 15 جنيه، النهارده بعد ما فتحته بقى ب 7 جنيه، قيمته قلت. اما الحاجه الوحيده اللي قيمتها بتزيد هي الايه؟ الاراضي. وعشان كده بيقول لك الارض ما بحسب لهاش اهلاك، انسى بقى الجزئيه دي. تعال، ماده دراسه الجدوى هي مش ماده حقيقيه، هي ماده تخيليه. يعني انا نايم تخيلت ان انا هفتح ملعب كره قدم. هل انا نزلت ونفذت واشتريت الارض والمباني؟ لا، انا حسبت حسبه ان الارض ب1000 جنيه. طب هل انا هقوم من النوم انفذ المشروع؟ لا، ده لسه قدامي شويه على ما اخلص دراسات. طب لما اجي انفذ، ايش ضمنك ان الارض تبقى ب1000؟ مش كل حاجه بتغلى؟ مش كل يوم على التاني الحاجات سعرها بيزيد؟ اذا انا ممكن اعمل حسبه في دماغي اجي انفذها الاقيها خرمت معايا. انا عامل حساب ان انا لما اجي اتجوز، المندو عامل حسابه لما يجي يتجوز هيبقى محتاج له نص مليون جنيه، يجيب شقه مش عارف فين ومش عارف ايه، ويجيب للعروسه ايه والعفش ايه وعمل حسبه ودراسه جدوى. جه بعد 5 سنين لما جه ينفذ دراسه الجدوى لقى ان الفلوس اللي معاه دي تجيب كرسي الانتريه، نص مليون جنيه كرسي الانتريه، وبناء عليه المشروع هيفشل لانه ما خططش صح. كل الرغي الكتير ده عايز اقنعك بحاجه، ان يا راجل يا مستثمر لما تيجي تعمل دراسه الجدوى توقع ان المستقبل هيحصل ارتفاع في الايه؟ فلما تيجي تعمل بادجت للمشروع حط فلوس على جنب ايه؟ احتياطي. وعلشان كده هنا عندي حاجه اسمها احتياطي ايه؟ دي فلوس لازم تشال على جنب. ليه؟ طوارئ. لايه؟ احتياطي طوارئ ارتفاع الاسعار. بيتحسب ازاي؟ هو بيقول لي في الامتحان بيتحسب ازاي؟ دائما بحسبه كنسبه مئويه من اجمالي الاصول الثابته. يعني مثلا الاصول الثابته مكلفاني 2 مليون جنيه، فانا لازم اشيل 10% من ال 2 مليون جنيه، يبقى انا لازم ابقى محوش 2 مليون و200. انا حسبتي على 2 مليون، ما هم 200 دول ال 200 الزياده اللي انا شايلهم احتياطي، لو ما استخدمتهمش مصلحه اهم موجودين معايا. لكن لو انا اضطريت ان انا اصرف 2 مليون و200 وانا ما كنتش عامل حسابي على ال 200 هتخرب معايا والمشروع هيقف. هنعمل حاجه اسمها افلاس. ليه افلاس؟ عليا مصروف وانا مش قادر ادفعه. اوكي؟ طيب قالوا عليها ملموسه علشان خاطر الكرسي نقدر نمسكه، البورد نقدر نلمسه، القلم قادرين نلمسه، دي حاجات ملموسه، العربيات اقدر المسها، المباني اقدر المسها، كل دي حاجات ملموسه، صح؟ عشان كده قالوا عليها ان هي ملموسه. في حاجات تانية غير ملموسه زي ايه؟ زي مثلا يجي واحد متخرج جديد عايز يفتح سنتر، فراح جاي مكلمني قال لي يا محمد ما تيجي تدرس عندي. اقول له يا ابني انا عندي مكاني. يقول لي معلش بقى انت عندك شهره فانا عايز استفاد منها. اقول له طيب هتديني كام؟ ايه ده هتديني كام ايه؟ هو انا هاخد فلوس؟ ايوه، مش انا جاي لك بشهره محل. تخيل كده لو محمد مشي من المكان ده وطلع الدور الرابع خد قاعه، الطلبه هتروح له ولا مش هتروح له؟ هتروح له. ليه هتروح له؟ لان عنده شهره محل. نفس الكلام بالظبط، شهره المحل شيء ملموس ولا غير ملموس؟ غير ملموس. علشان كده بنقول الغير ملموس اول بند عندي اسمه شهره المحل، ولكن نطلق عليه ان له قيمه بيعيه. يعني ايه يا احمد؟ عليك الصح كده. يعني ايه له قيمه بيعيه يا اخوانا؟ يعني ممكن بعد وقت الشهره دي تتباع. انا عندي محل،
اشتريت علامه تجاريه او شهره محل بتاعت ماكدونالدز، بعد كده حصل المقاطعه فرحت انا قايل لا خلاص انا هقفل ماكدونالدز، طب اسيب الاسم اللي انا اشتريته ولا ابيعه؟ ايه ده، هي الشهره يمكن بيعها؟ ايوه، فهي شيء غير ملموس يمكن اعاده بيعه. ايه تاني غير شهره المحل يمكن بيعها؟ اخواتها. ايه اخواتها؟ حاجه اسمها العلامه التجاريه، حاجه اسمها حقوق المؤلف، حاجه اسمها براءه الاختراع. ايه تاني؟ ايه تاني غير ملموس زي براءة الاختراع؟ قول لي طالما انت قلت واحدة. ها؟ حقوق النشر، حق الامتياز. ها؟ خدتوهم سنة كام دول؟ السنة اللي فاتت على طول؟ طب ايه تاني؟ في ناقص واحدة، حاجة اسمها حق المعرفة. بقول لكم ايه، ما تقعدوش تحفظوا، لما تلاقوا حاجه غريبه اعرفوا ان هي دي الغير ملموسه لها قيمه ايه؟ بيعيه. تملي اسمها عجيب، علامه حاجات مش منطقيه، يعني احنا عارفين الاراضي والمباني متعودين عليهم، حاجات متعودين ايه؟ عليها، لكن شهره محل وعلامه تجاريه، حقوق مؤلف، براءه اختراع، حق امتياز، حق معرفه، دي كلها حاجات تسمى حاجات غير ملموسه، ولكن يمكن اي بيان تاني في المساله يديهولك ما كانش اصل ثابت ملموس وما كانش غير ملموس له قيمه، يبقى ده معناه انه ليس له قيمه بيعيه. من الاخر دي سله المهملات. بقيه الحاجات اللي مش موجوده هنا هتتحط هنا. زي ايه؟ تعال اما اقول لك. تكلفه دراسه الجدوى، تكاليف التاسيس، تكاليف رخصه المشروع، فوائد القروض اثناء الانشاء. ايه تاني؟ تكاليف تدريبات العمال. لا ده انا مش هخلص كتير كتير كتير. طب انا يا استاذ اعرفهم ازاي؟ احفظهم؟ لا يا حبيبتي، دول ما بيتحفظوش، دول سله المهملات. انا هقرا المساله زي ما هوريكي دلوقتي. اي حاجه اصول ثابته بتتحط هنا، اي حاجه من دول بتتحط هنا، الباقي بيتحط هنا. ايه ده يا استاذ؟ امال قصير الاجل ده بنحط فيه ايه؟ بنحط فيه بند واحد بس اسمه رأس المال العامل الأول. بند واحد بس اسمه رأس المال العامل الأول، وده يا إما بيدهوني جاهز يا إما بحسبه بقانون اسمه إيه؟ تكاليف تشغيل جارية نقدية. بس انا مش كل مره هقعد اقول لكم تكاليف تشغيل جاريه نقديه. الكلمه دي هنفضل بنقولها طول دراسه الجدوى، فانا بقول لها تشجن. يبقى لما تلاقيني بقول تشجن بعد كده، تشجن دي يعني تكاليف تشغيل جاري نقدي. اوكي؟ على 12 على زمن الدوره. ده قانون بستخدمه علشان اعرف راس المال العامل الاول. انا متاكد ان انا قادر باذن الله ان انا افهمك القانون ده من غير ما تحفظه. في البدايه انا اديت لك حفظ اهو، احفظ ده القانون، تعال افهمك بقى. صلي على النبي. هندخل ولا هنخبط ونقف بره؟ الناس اللي ماسكه الموبايل دي تصلي على النبي. ده قانون حفظ، اقعدي في البيت احفظيه، ممكن تنسي ال 12 فوق ولا تحت، وممكن تنسي القانون نفسه. فانا عندي طريقه افهمك بيها معنى الحاجه، ولما تفهمي المعنى تلاقي مخك عمل معادله. هتلاقي المعادله اللي مخك عملها هي دي، وهو ده اللي انا شايفه ابداع. يعني انا شايف ان ربنا كرمني بشويه ابداع في الماده دي عشان بخليك انت اللي تعمل القانون. صلى على النبي، زيد النبي صلى. انا عايز ابتدي دراسه، فعايز اتوقع المصاريف اللي انا محتاجها. خلي بالك كده انا النهارده اول يوم عمل، انا شغال بقالي 10 ايام، عندي موظفين بيقبضوا بقالهم 10 ايام. هل جات لي ايرادات في ال10 ايام دول؟ لا، ردوا. اذا انا وانا بنشئ المشروع، النهارده اول يوم تشغيل، النهارده 5، النهارده 6 اكتوبر اول يوم شغل لينا، صح كده؟ اول 6 ايام في شهر اكتوبر دول هل انا جالي ايرادات؟ اذا انا كان لازم ابقى محوش فلوس من قبل كده احطها في الخزانه بتاعه الشركه عشان تصرف على اول 6 ايام عمل
بدون ايرادات. لكن النهارده انا جالي ايرادات ولا ما جاليش؟ جالي ايرادات. اذا مصاريف النهارده هتخرج منين؟ من الايرادات بتاعت النهارده. مصاريف بكره من الايرادات بتاعت بكره. مظبوط الكلام ده؟ مشكلتنا كلها وانا بنشئ لما ما بيكونش في فلوس داخلالي اتوقع ازاي المصاريف؟ صلى على رسول الله. لو انا جيت قلت لك ان المشروع بتاعنا دورة التشغيل بتاعته، يعني ايه دورة التشغيل؟ على ما يجي لنا فلوس، على ما يجي لنا فلوس. دورة التشغيل اسبوع، دورة التشغيل ايه؟ فسألت نفسي هو انا مصروف الشهر بصرف في الشهر قد ايه؟ لقيت نفسي بصرف في الشهر على الموظفين 60,000 جنيه، ده مصروفي الشهري. يعني ان شاء الله لما اشتغل بصرف في الشهر كام؟ 60,000. بس انا محتاج ان انا لمدة اسبوع ابقى شايل فلوس على جنب. يبقى شيل على جنب فلوس قد ايه؟ بص انت طلعت 15 بعقلك عشان فهم. تعال نشوف ال 15 جم ازاي. قول كده يا مندو، على اي اساس الناس دي طلعت ال 15؟ قسمت ايه؟ اجمالي التكاليف الشهرية، كل التكاليف اللي هي كام؟ 60,000 جنيه. قسمتهم على ايه؟ على ايه؟ على الاربعة. طب الاربعة دي جت منين؟ الاربعة دي جت منين؟ انت المصروف ده محسوب لمدة ايه؟ شهر كامل، صح كده؟ طب الشهر الكامل ده فيه كام اسبوع؟ 4. يعني انت قسمت ايه على ايه؟ قسمت ايه على ايه عشان يطلع؟ قسمت المدة الكلية على الجزء، صح كده؟ المدة الكلية على ايه؟ طب صلي على النبي، اللي هي الاربعة. طيب دي مسألة من دماغنا، صح؟ تعالى ادخلك جوه الامتحان. الامتحان بيحصل كالتالي. بيقول لك إذا علمت أن تكاليف التشغيل الجارية النقدية هي 1000. إيه معنى الكلمة دي؟ إن شاء الله لما نشتغل، إن شاء الله لما نفتتح، إن شاء الله لما يبدأ في إيرادات وفي مصاريف، إن شاء الله هتبقى مصاريفي السنوية قدرها كام؟ 1000. فإذا علمت أن، هديك معلومة، إذا علمت أن دورة التشغيل على ما الدنيا تشتغل كده وتقوم كده والزباين يعرفونا بتاخد 2 شهر، شهرين. احسب رأس المال العامل، رأس المال اللي هتستخدمه في أول دورة، رأس المال العامل الأول. طب أنا التوتال عندي كام؟ خليه 10,000 عشان تتظبط المسألة. كام؟ 10,000. ال 10,000 جنيه دول بيتصرفوا في الإيه؟ أنا محتاج أشيل فلوس على جنب مش لسنة، أمال لقد إيه؟ يبقى أنا هقسم على إيه؟ هقول ال 12 شهر بتوع السنة. أنا عايز أعمل حسابي على كام شهر بس؟ على شهرين. وبالتالي أنت طبقت القاعدة من غير ما تاخد بالك. أنت خدت تكاليف التشغيل الجارية السنوية، قسمتها على 12 شهر في السنة، مقسوم على زمن الدورة. الدورة جات لي هنا كام شهر؟ وهو قال لي شهرين. يبقى علشان كده هقول 12 على الاتنين. واحدة كمان هنا، لو أنا جيت قلت لك إذا علمت أن، ده سؤال الامتحان بتيجي ببابلاية. تخيلي دي تيجي ببابلاية، خدها في جيبي وأنا ماشي. إذا كان تكاليف التشغيل الجارية السنوية ب 200,000 جنيه ودورة التشغيل 3 شهور، احسب رأس المال العامل الأول. أقدر أقول لك إن ده أول تمرين بيجي في الامتحان عليه بابلاية. أنا أعتقد إن أنت هتجاوب بدون حفظ. أنت فاهم إن رأس المال العامل الأول ده لازم لأول دورة تشغيل. طب الشهر، السنة كام شهر؟ الدورة الواحدة كام شهر؟ إذا أنت عايز ال 200,000 جنيه يتقسموا على 12 على 3، تطلع معايا الإجابة بتساوي 50,000 جنيه وتاخد الدرجة كاملة. أوكي؟ أنا هنا شرحتها لك من دماغي، هنا اديت لك مسألة امتحان، هنا اديت لك مسألة امتحان. همسح الجزء اللي على الشمال لأن المثال ده مثال إيه؟ كافي. هبدأ أديك بعض الملاحظات وبكده يبقى خلص الباب الأولاني كشرح. هبدأ آخد 3 تمارين ونمشي. أوكي؟